السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله النهاردة هنشرح شرح مختصر إزاي إن أنت تعمل حساب على الموقع بتاعنا بتاع فكرة واتس. لو أنت مش عارف إيه البرنامج بتاع فكرة واتس أو إيه الموقع بتاع فكرة واتس، ده موقع أنت تقدر تربط بيه الواتساب بتاعك، تقدر إن أنت ترسل حملات تلقائية لأرقام جديدة عليك أو أرقام العملاء بتاعتك، وتقدر برضو إن أنت تعمل بوت للرد التلقائي عشان يساعدك إن هو يرد على الأسئلة الثابتة اللي أنت بتتسألها. مثلا 70% من الأسئلة اللي أنت بتتسألها كل يوم بتبقى هي نفس الأسئلة. فأنت عشان توفر وقتك ومجهودك، والوقت اللي انت توفره ده تقدر ان انت تدير بيه حاجة تانية او تتابع مع العملاء اللي هي فعلا خلاص بتشتري وما تضيعش وقتك، فتقدر ان انت تعمل بوت للرد التلقائي، وتقدر برضو ان انت تجدد العملاء بتوعك، وتقدر ان انت تبعت لهم العروض الجديدة. طبعا الحاجات دي كلها عارفين ان احنا بتزود المبيعات، واهم حاجة فيها ان لازم الرد يكون فوري. المفروض طبعا في علم التسويق ان العميل لو انت ما ردتش عليه في خلال دقيقتين، احتمالية ان هو ممكن يشتري بتقل النص. طبعا اهم حاجه لازم كل حاجه تتعمل في ساعتها ويكون الردود فوريه. طبعا الموقع بتاعنا هيساعدك في كل الحاجات دي، ومميزات كتير جدا هنعرفها برضو واحده واحده مع بعض في الفيديوهات دي ان شاء الله. اول حاجه دي الواجهه بتاعه الموقع، هو اسمه فكره واتس دوت كوم، سهل جدا بتخش عليه. دي الصفحه الرئيسيه. لو انت حابب تنتقل لحاجه معينه تقدر تختار هنا الاسعار او الوظائف او الاسئله او تسجيل الدخول، او ان انت لو انت حد جديد معانا تقدر ان انت تجربه مجانا لمده 3 ايام، تقدر تبعت فيهم 1000 رساله، وتقدر تضيف لحد 5 خطوط. طبعا دي الباقات والاسعار بتاعتها. بتسيبك برضو من الاسعار دي، انت اهم حاجه تخش تسالنا تقول ان انت عايز الباقه كذا والاسعار كذا. في خصومات على الباقات السنويه كبيره جدا، ممكن توصل لحد 40%. فلو انت في اي باقه انت عايزها او محتاجها كلمنا على طول، سواء واتساب او فيسبوك، واحنا هنرد عليك فورا بالسعر الحالي. طيب لو احنا مثلا حابين ان احنا نعمل هنا اكونت جديد، هنخش مع بعض هندوس مثلا مجانا لمده 3 ايام، عايزين نسجل مع بعض. فهو بيقول لك الاسم مثلا هيكون ايه، فانت مثلا هتعمله احمد. الايميل مثلا بتاعك هيبقى ايه، فانت هتعمله مثلا احمد@gmail.com، ايا كان الايميل بتاعك ايه. طيب لو هو هنا بيقول لك عايز تدخل رقم التليفون، المفروض رقم التليفون تدخله مطبوع بالكود بتاع الدولة. فانت لو انت من مصر هتعمله 2 بعد كده 011 012 ايا كان. فاحنا هنعمله مثلا 012 3 ايا كان الرقم حاليا كام، بس طبعا انت لازم تدخل الرقم صح. والباسورد حاليا هنعمله اي حاجة مع بعض، بس انت بتدخل الباسورد مرتين، وبعد كده بتعمل اي اجري وتدوس ريجستر، هتلاقيه فتح معاك على طول. بس هنا الفكرة ان في حد اوريدي النيم ده اللي هو هيبقى اليوزر نيم بتاعك، تمام. فهو في حد اوريدي واخد الرقم ده، فاحنا مثلا هنعمله احمد 55. والباسورد برضو اي حاجه من 1 مثلا ل8، بس انت طبعا لازم تدخل باسورد يكون قوي شويه. اي اجري، وبعد كده ريجستر، هنلاقيه فتح معانا على طول. بيفتح معاك على الواجهه دي، بيبدا ان هو يقول لك ان انت لسه مفيش اي ديفايس انت مدخلها، مفيش توتال فون اونلاين حاليا، ما بعتش اي رساله الشهر ده. طيب احنا لو احنا حابين نضيف ازاي بقى نربط الواتساب بتاعنا بالموقع، كل اللي انت هتعمله هتدوس اد نيو ديفايس. بيقول لك الديفايس نيم ده هيبقى ليك انت هتبقى شايف الديفايس نيم ده اسمه ايه. ففي ناس عادي ممكن تبقى انت كاتبه مثلا ده رقم الشركه، رقم الشخصي، واتساب 1 واتساب 2 ان كان. الاسم اللي انت عايزه ده هيبقى ليك انت. طيب السندر فون الاحسن واللازم ان انت تكتب الرقم صح. طب ليه؟ انت لما هتيجي تكتب هنا الرقم، هو هيعمل فولدر على السيرفر عندنا بالرقم بتاعك. فانت لو انت دخلت الرقم مختلف بنسبة 90%، مش هيحصل مشكلة، ولكن هيبقى في نسبة 10% ان في شوية اوامر هو هيجي يدور على الفولدر بتاعك مش هيلاقيه، لان هيلاقيه برقم تاني مختلف، فمش هيبقى عارف ان ده تبع ده. الحوار ده بيحصل بنسبة 10%، فالأحسن إن أنت تدخل الرقم بتاعك مظبوط. تمام؟ طيب هندخل واتساب كده معانا، بحيث برضه نجرب بيه الخطوات. أول حاجة برضه طبعا لازم كود البلد، يعني هو 012 مش هينفع أكتب كده 012 على طول، لأ، ما دام إحنا في مصر فهنكتب 2 0 12 0 7 8 7 8 4 5 7 وهندوس سبميت. طيب هنلاقيه نزل معانا هنا. هو هنا بيقول لك دبليكيت فاوند. طيب المشكله دي لو جينا ده معناها ايه؟ معناها ان الرقم ده هتلاقي الايرور اهو لو انت مش شايفه، معناها ان الرقم ده انت دخلته في حساب تاني غير الحساب اللي انت عامله ده. فطبعا هو مش هيرضى يدخله عشان ما ينفعش نفس الرقم يكون في حسابين. تمام؟ طيب تمام، ده السبب زي ما احنا قلنا. فانا دلوقتي خلاص مسحته من الداتابيز عندي عشان بس ايه يبقى كتيست لينا نقدر ان احنا نجرب. وطبعا الموضوع ده معمول عشان مش اي حد يخش يعمل اكونت 3 ايام وبعد كده يخلص ال3 ايام فيعمل بقى اكونت جديد وهكذا يعني. طيب انت اول ما هتدوس اد نيو ديفايس وتكتب الاسم، ادي الاسم ظهر لك زي ما احنا قلنا، ده اسم ليك انت. تمام؟ ده اليوزر نيم اللي هو بتاع الموقع بتاعك. السندر فون ده الرقم اللي احنا دخلناه، وزي ما احنا قلنا عملناه بكود البلد. هنا بيقول لك ان هو اوف لاين لان احنا لسه ما ربطناهوش. وهنا في الاي بي اي توكن
ده لو انت عايز تربطه ببرنامج او موقع او ايا كان. لو احنا دخلنا هنا على الاعدادات او edit device، هتلاقي هنا مكتوب الاسم والتوكن. تمام، الاسم ممكن تغيره لو انت عايز. هنا اوتو ريد ده لو انت عايز ان هو يقرا اي مسج تيجي يعمل علامه الصح الزرقاء، ممكن تخليها يس لو دي هتفيدك في حاجه. تمام. طيب اوتو سويتش دي معناها ايه؟ دي لو انت عامل حمله حاطط فيها 10 ارقام، لو الرقم ده اتبلك انت عايز ان هو يدخل رقم تاني مكانه ولا ما يبعتش. فدي على حسب بقى ليه، لان انت دلوقتي مثلا لو انت حاطط 10 ارقام على الموقع وجيت بعت حمله من الرقم ده بس، انت عايز الرساله توصل للناس من الرقم ده بس. لو الرقم ده خد حظر هو هيخلي الرساله توصل من رقم تاني من ال10، فانت ممكن تكون مش عايز ده، فساعتها هتعمل دي نو. طيب اوتو ريبلاي جروب، لو انت مشترك في جروبات وحابب ان البوت يرد على الجروبات تقدر تعملها نو او يس برضو زي ما انت عايز. طيب التلاتة دول بس غالبا هيتعدلوا، يعني لسه بنفكر نشوف ايه الكلام او الحروف. اوتو ريبلاي بوز دي معناها ايه؟ لو العميل او انت كتبت كلمة بي، حرف بي في الشات، ده معناه ان انت بتقول ان انا مش عايز مش عايز البوت يرد على المحادثة دي. تمام. ممكن تكون انت معرف العميل بتاعك ان انت لو عايز البوت يعني لو انت بعت كلمة تبع البوت ما يتردش عليها، ابعت حرف البي اللي هي اختصار بوز. لو انت عايز ان هو يكمل ابعت حرف ار اللي هي اختصار ريزوم. تمام. طيب هنا اوتو ريبلاي بوز مسج، ده لو انت لو خلاص هو وقف، يعني لو بالفعل البوت وقف في الشات ده، يبعت للعميل ايه؟ يقول له تمام مثلا تم توقيف البوت للشات ده. طب لو هو داس ريزوم او حرف الار نفس الكلام، يقول له تمام تم ان البوت خلاص اشتغل مثلا هنا. دي هنا اوبن اي اي، ده لو انت بقى عندك شات جي بي تي وحابب ان انت تربطه بالواتساب بتاعك والشات جي بي تي هو يرد على الناس باسئله معينه وكده. دي ان شاء الله هنحاول ان احنا نتطرق ليها في فيديو تاني. طيب فاحنا هنا عملنا خلاص الديفايس نيم والسندر فون كده. الخطوه الوحيده اللي فاضله ان احنا ازاي بقى نربط الرقم ده الواتساب. احنا كل اللي عملناه دخلنا رقم مش اكتر، اكيد كده الربط ما تمش. فهنعمل ايه؟ بندوس على الرقم هنا هتلاقيه فتح معاك الصفحه دي. تمام. بعد كده انت بقى خلاص الخطوه التانيه انت المفروض عارفها. هحاول برضو ان انا اشوف فيديو احطه هنا جنبي. انت بتخش على الواتساب، الثلاث نقط اللي فوق على اليمين لو انت عامله بالانجليزي، او الثلاث نقط فوق على الشمال لو انت عامله بالعربي. بعد كده بتختار لينكد ديفايس او الاجهزه المرتبطه، وبتروح عامل تقرا الكيو ار كود بتاع الصوره اللي انت شايفها قدامك دي. انا هحاول بس دلوقتي، هو بيقول لك عشان انت فاتح الكيو ار بقالك كتير وما عملتش حاجه، هتدوس ريفرش. هتيجي تدوس هنا ريفرش العلامه دي هتلاقيه عمل لك ريفرش. تمام. ثانيه دلوقتي هنعمل كيو ار مع بعض. هو كده خلاص عملت كيو ار من الموبايل وهيسمع دلوقتي على الموقع زي ما احنا شفنا ان هو سمع على الموقع. تمام. طيب دلوقتي خلاص انت كده ربطت الموقع بتاعك بالموقع بتاعنا بالواتساب بتاعك. لو احنا جينا قفلناها كده وجينا عملنا للصفحه دي ريفرش، هتلاقيه جايبها لك بقت اخضر وبقى اونلاين كده يا باشا. انت خلاص ربطت الموبايل بتاعك بالموقع بتاعنا. من دلوقتي حتى لو انت خدت بالك بيقول لك التوتال ديفايس واحد، التوتال اونلاين بقى واحد. دلوقتي تقدر ان انت تعمل البوت، دلوقتي تقدر ان انت ترسل حملات، دلوقتي تقدر تقريبا تعمل اي حاجه انت عايزها.